كان معظم المماليك قاعدين في الصعيد، فمحمد علي أوهمهم إن هو هيكون حليف ليهم، فعرض عليهم يجوا يعيشوا في القاهرة، ودعاهم لحضور حفل كبير جدا بمناسبة إن ابنه أحمد طوسن باشا هيتولى قيادة الجيش اللي خارج للحجاز اللي هي منطقة السعودية دلوقتي، عشان يقضي على حركة محمد ابن عبد الوهاب. وفي يوم 1 مارس سنة 1811 اتعملت الحفلة، وحضر من المماليك حوالي 500 واحد، وفعلا كل المماليك حضروا للقلعة، وكلهم كانوا ماشيين ورا الموكب للاحتفال. في المقدمة الفرسان، وبعد كده ولي الشرطة وكبار الدولة، وبعدهم المماليك بداية من سليمان بيك البواب وباقي الجنود. وتم استدراج المماليك لباب العزب، وتم اختيار باب العزب بالتحديد لأن كان فيه صخور على الجنبين محدش هيقدر يهرب منه، لأنه كان محكم جدا وعالي. ولما عدى بداية الموكب والفرسان ووالي الشرطة اتقفل